تيان غيكي وكالنس نيري جزاك الله بخير السيد الوزير. حسب توجهات السياسيه تسكرت وزاره التربيه الوطنيه دوسينا قلدان انتو السنه تمازيغ تسكاس 2003 افد اقستو احترمت كوست غاوسيوين تلي زوارن التعومو تمازيغت تقات تتليت تنمورت يعني اللغه وطنيه نكريق انا مغربي افد استنسقرا محضار لي سوال تمازيغت ولوي لي توري سوال نكريق التسقا اختسقوين وامورنا نيري التعمم تقرر تمازيغت الجامعات المراكز تكوين الاساتذه بعد ما يلا الخطاب الملكي اللي كان خطاب تاريخي غجدير بعد ما يتويسكر المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه الجي الوضعيه اللي تعيش تمازيغت غصاد اللي كان اللغه الرسميه انت مازيرت رغم كل لغه نشكد اللي تويسكرن رخصو المديني السكره في كوتنين غمس تعميم التدريس الامازيغيه ارتيرين لاندرن ينمال اللي تكونين التدريس الامازيغيه راسنا كانت نيابات دمس المندوبين المدراء السقران تتلاين غد المواد يضنين زودي غورت قال الامازيغيه ماده مقرره غنا في نركن نسقسا ما يقال الاجراءات متخذه اختيار ربي غمدي كان لقدام تنويرت. شكرا سيدة النائبة. من فضلكم جواب سيد الوزير. تفضلوا سيد الوزير. جواب سيد الوزير. جواب سيد الوزير من فضلكم. يجاوب السيد الوزير. يجاوب السيد الوزير ونعطيكم نقطة نظام. يجاوب السيد الوزير الله يخليك. لا غير نقطة نظام. نقاط نظام. أرجوكم أذكر في هذه الجلسة يجب نقاط نظام أن تكون في تسيير الجلسة أو عدم تطبيق مقتضيات النظام الداخلي فقط. نشكر السيد الرئيس على هذا التوضيح ولكن افهموا جيدا نقطة نظام. أكيد. وفي هذا الإطار نحن كنواب نشكر السيدة النائبة التي طرحت سؤالا باللغة الوطنية من اللغات الرسمية في الدستور، لذلك من حقنا كنواب كذلك أن نفهم. أنا أمازيغي ولكن لا أفهم الأمازيغية والدولة مسؤوليتها تأهيل الأمازيغية. أنا شخصيا قبل ما نسمع الجواب لأن السيد الوزير مشى له السؤال مكتوب ومشى له باللغة العربية، لذلك أظن أنه من حقنا كذلك نفهموا هذا السؤال، وبالتالي الإشكال مطروح لكم السيد الرئيس والمكتب مجلس النواب في أنه يحل لنا هذا الإشكال نفهموا هذا السؤال. شكرا. تفضلوا السيد الرئيس دائما في إطار نقاط نظام. تفضلوا السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس. أظن بأن المغاربة عندما صوتوا على الدستور والذي أتى في الفصل الخامس على أن اللغة الأمازيغية كذلك لغة رسمية في بلدنا، ربط الأمر بقانون تنظيمي يحدد الكيفيات والمراحل ديال التنزيل. وانتم السيد الرئيس على مستوى مجلس النواب فيما يخص لجنة النظام الداخلي كان لنا نقاش. من حق السيدة النائبة أن تطرح السؤال باللغة الأمازيغية، كما أن هناك سيدات وسادة النواب يريدون أن يطرحوا أسئلة بالريفية وبكل يعني بالحسانية وغيرها. طيب، هذا الأمر لما ناقشناه قلنا أن هناك إشكالات مرتبطة باللوجستيك، بتدبير موضوع الترجمة، بجاهزية المجلس في انتظار أن يكون هذا القانون التنظيمي صريح في كيفية التنزيل. فهنا يطرح لنا إشكال سيد الرئيس، هل تريدون منا أن نقدم أسئلة من الأسئلة المقبلة في الجلسة المقبلة بهذه اللغة، أم أنه بما أن الأمر مرتبط بقانون تنظيمي الأصل هو أننا متفقون على أنها لغة رسمية، على من حق النواب ومن حق الوزراء أن يستوعبوا ما يقال في إطار التواصل وتحقيق
الدور الرقابي أتصور بأن هذا الأمر ينبغي أن يناقش في مكتب المجلس، وإذا كان الأمر بأنه تكون هناك أسئلة ينبغي للمكتب المجلس ولكم أن توفروا الوسائل للترجمة الضرورية. وشكرا. شكرا. السيدة النائبة تفضل. أولا في هذه النقطة النظام أعبر عن شعوري وعن أنني عندما سمعت اليوم لتدخلك باللغة الأمازيغية في قبة البرلمان، هذا انتصار للغة الأمازيغية وانتصار للدستور والمادة الخامسة منه. أنا كنظن بأن اليوم مجلس النواب اليوم جلسة تاريخية تسجل للتاريخ، وكنقول بأن اليوم كذلك أنا كنقول بأن اليوم أن مكتب مجلس النواب يجب أن يحقق فورا ترجمة لجميع تدخلات النواب والنائبات قبل بدء الجلسة، وأظن بأننا سنبتدئ في التدخل باللغة الأمازيغية. وشكرا. شكرا سيدة النائبة. الكلمة الآن رئيس الفريق جعل خطركم من بعد الأستاذة. تفضل سيد رئيس. حسب النظام الداخلي. تفضل سيدي. لا ولكن نخليك. شكرا سيد الرئيس. السيدة والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، ما كنتش غندخل سيد الرئيس نهائيا، حيث أن يعلم الجميع أن الفريق تجمع الأحرار فهو ليس فوق القانون، وأن يريد أن يحترم القانون كيف ما كان الحال، وأن كما جاء على لسان السيد الرئيس المحترم الفصل 5 من الدستور فهو فعلا فصل واضح، وأن اللغة العربية اللغة الأمازيغية فهي لغة رسمية، وجب يعني تمكينها من القيام بوظيفتها بصفتها لغة رسمية للدولة وباعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، وأننا داخل يعني في واحد يعني جلسة دستورية. فالسيدة النائبة المحترمة أعطت يعني السؤال مكتوب باللغة العربية رغم أنها كتبته أيضا بالحروف الأمازيغية، فيمكن فعلى المجلس المحترم أن يوفر الوسائل لتتبع الأسئلة الأمازيغية. وهنا في الحق احنا هي لغة دستورية، لغة لجميع المغاربة، ما كايناش نبقاو نزايدوا على هذه اللغة هذه وما نعطيوش يعني الدروس لأنفسنا. وشكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. الكلمة للسيدة النائبة المحترمة السيدة فاطمة كحيد. تفضل أستاذ. شكرا سيد الرئيس. اليوم حقيقة وضعنا أمام محك تأهيل المؤسسات لتنفيذ مقتضيات الدستور الجديد، ألا وهي توفير الآليات واللوجستيك حتى يتمكن الجميع من التعامل باللغتين الرسميتين للبلاد كما صوت على ذلك المغاربة بنسبة عالية جدا. اليوم سيد الوزير كينظم مجلس النواب حصة الأسئلة الشفوية دستوريا، وعدد كبير من المغاربة كيتبعوا الأسئلة وكيتبعوا النواب والنائبات اشنو غيقولوا على الدوائر ديالهم واشنو هي الهموم اللي غينقلوا القبة المحترم. السيدة النائبة المحترمة تشرفت بطرح السؤال، لكن مجموعة كبيرة من النواب والنائبات ما فهموهاش شنو قالت، واللي كثر من هكا الناس اللي كنوبوا عليهم وحنا كنسميو راسنا وكيسميونا الناس نواب ونائبة الأمة ما فهموهاش شنو قالت. اليوم خصنا نشتغلوا كيف يمكن أن يفهم الجميع ماذا يقول الجميع وللجميع، وخاصة نائبة ونواب الأمة، لأن هذا أمر وافقنا وصدقنا عليه، ونحن في الفريق الحركي نطالب مجلس النواب أن يأخذ المبادرة ويلتزم بتطبيق مقتضيات الدستور الجديد. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيدة النائبة. كاين هناك طلب الكلمة سيد نائب محترم سي حسن ومن بعد سيد رئيس.
راه كل شيء نقاط نظام، نقاط نظام من بعد. سيد الرئيس، نعتبر في الفريق الاشتراكي بأن هذه الجلسة سيكون لها ما بعدها في تاريخ البرلمان المغربي، ونعتبر بأن هذه الجلسة بكل المقاييس جلسة تاريخية في إطار تنزيل الوثيقة الدستورية التي صوت عليها المغاربة، الوثيقة الدستورية التي حسمت جدلا طال أكثر من 4 عقود حول الوضعية الدستورية والقانونية للغة الأمازيغية. نحن نتحدث أولا عن لغة معيارية لا علاقة لها باللهجات، نحن نتحدث عن لغة أمازيغية. هناك مؤسسة علمية هي المعهد الملكي تقوم بوظيفة تحويلها إلى لغة معيارية بكل المعايير اللسنية واللغوية المعروفة في هذا الأمر. نحن أمام وثيقة دستورية واضحة تعتبر بأن بلادنا تتوفر على لغتين رسميتين، اللغة العربية واللغة الأمازيغية. الحكومة لم تنتظر صدور القانون التنظيمي المتعلق باللغة الأمازيغية لكي تعتبر المادة 5 من الدستور إحدى مرجعيات إعداد دفاتر التحملات المتعلقة بوسائل الإعلام العمومية. الحكومة اعتبرت بأن هذه المادة الدستورية تكفي لإدخال بعد التعدد اللغوي على الإعلام العمومي. طيلة 4 عقود وطيلة 5 دساتير ونحن ننتظر صدور قانون تنظيمي متعلق بالإضراب، ولكن الإدارة والقضاء والنقابات والحكومة الكل كان يقر بالحق في الإضراب. انتظار القانون التنظيمي لا يعني تأجيل هذا الحق، وهذه المؤسسة اليوم عليها أن تنخرط في تنزيل هذه المادة 5. هذه المؤسسة عليها أن تنزل تعدد لغوي واعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية، وعلى المكتب أن يتخذ وأن يتحمل مسؤوليته في اتخاذ التدابير الضرورية لإعمال هذا الحق. طبعا هناك مدخل النظام الداخلي